في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن محتويات الذرة من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات، وقلنا إن الإلكترونات سالبة الشحنة والبروتونات موجبة الشحنة والنيوترونات متعادلة الشحنة. طب يعني إيه متعادلة الشحنة؟ لما بنقول الجسيم متعادل الشحنة ده معناه إما إن الجسيم لا يحمل أي شحنة نهائيا، أو إنه يحمل شحنات موجبة وشحنات سالبة، ولكن مجموع الشحنات الموجبة بيساوي مجموع الشحنات السالبة في القيمة، بحيث تلاشي الشحنات بعضها البعض وتصبح قيمة الشحنة في النهاية تساوي صفر. وبالتالي بما إن الجسيم شحنته قيمتها تساوي صفر، إذن الجسيم لا يوجد له أي تأثير كهربي خارجي. يعني إيه ملوش تأثير كهربي؟ يعني لا يوجد حوالين الجسيم مجال كهربي، وبالتالي ما يقدرش يأثر على أي جسيم آخر بيحمل شحنة، سواء بالجذب أو التنافر. إيه هي أصلا الشحنة؟ الشحنة هي اللي بتخلي الجسيم ليه تأثير كهربي، والتأثير الكهربي ده بيكون إما عن طريق قوى الجذب أو التنافر. والتأثير الكهربي جه نتيجة إن الشحنة بتخلق مجال كهربي حوالين الجسيم. المجال الكهربي هو المنطقة اللي حوالين الشحنة، اللي لو دخل فيها أي جسيم مشحون تاني هيحس بقوة، إما هتجذبه أو تبعده، وده هو التأثير الكهربي. المجال الكهربي واحد هو سواء في الشحنة الموجبة أو الشحنة السالبة، بس اللي بيختلف هو اتجاه المجال، حيث أن الشحنة الموجبة بتولد مجال خارج منها، والشحنة السالبة بتولد مجال داخل فيها. يبقى أنا أي جسيم عندي هيكون إما إنه مشحون أو متعادل الشحنة. لو مشحون يعني هيحمل إما شحنة موجبة أو شحنة سالبة، ولو متعادل إما إنه لا يحمل شحنة نهائيا أو إنه يحمل شحنات موجبة وسالبة، بس بيكونوا متساويين في القيمة، فبيتلاشى تأثير الشحنات بعضها البعض وتصبح قيمة الشحنة النهائية تساوي صفر. لو الجسيم مشحون هيبقى ليه مجال كهربي، هيأثر على أي مجال كهربي آخر في أي جسيم مشحون، إما هيحصل بين المجالين تجاذب أو تنافر. لو الجسيم متعادل الشحنة، الجسيم بيكون ملوش أي تأثير كهربي نتيجة عدم وجود مجال كهربي حوالين الجسيم. طيب احنا فهمنا ان الجسيمات المشحونة ممكن تأثر على بعضها بسبب المجال الكهربي. تعال نشوف ازاي المفهوم ده ساعد العلماء يكتشفوا مكونات الذرة نفسها. فاكر لما في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تجربة رازرفورد، وقلنا ان رازرفورد جاب شريحة ذهب رقيقة جدا، والشريحة دي كانت تمثل الذرات، ووجه نحوها جسيمات اسمها جسيمات ألفا، ودي جسيمات موجبة الشحنة. واللي حصل ساعتها ان معظم الجسيمات عدت من غير اي مشاكل، لكن في جزء صغير جدا ارتد بقوة. فهنا جه تساؤل، ارتدت ليه واتصدمت بايه؟ وقتها الناس كانوا فاكرين ان الذرة كلها فاضية، بس الارتداد ده معناه ان في حاجة صغيرة جدا جوه الذرة. رازرفورد قالك اكيد الجسيمات دي ارتدت علشان خبطت في حاجة جوه الذرة، وسماها النواة. بس على فكرة اللي حصل ما كانش تصادم بالمعنى الحرفي، انما حصل تنافر كهربي بين شحنتين موجبتين. يعني جسيمات ألفا الموجبة لما قربت من نواة الذهب الموجبة برضو بسبب وجود البروتونات، حصل بين بعض جسيمات ألفا وبين النواة تنافر كهربي، وده خلاها ترتد. وده خلانا نكتشف حاجتين، ان في نواة فعلا جوه الذرة، وان النواة دي موجبة الشحنة. يعني احنا عرفنا وجود النواة وشحنتها من خلال تأثير الشحنات. كلنا عارفين ان النواة موجبة الشحنة. ليه؟ لانها بتحتوي على بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة، ومفيش اي شحنة سالبة جواها، فبالتالي صافي شحنتها موجب. بس هنا ممكن يجي سؤال مهم، ايه لازمة النيوترونات؟ وليه موجودة مادام ملهاش شحنة وملهاش اي تأثير كهربي على اي جسيم اخر؟ مش احنا قلنا ان الشحنات المتشابهة بتتنافر؟ يعني لو نفترض مثلا ان انا عندي دلوقتي نواة فيها بروتونات بس، ايه اللي هيحصل؟
كل البروتونات اللي جوه النواة موجبة الشحنة، يعني هيكون في بينهم تنافر شديد، هيكون شديد جدا لدرجة هتؤدي لتفتت النواة وانهيار الذرة بالكامل، وده معناه مفيش ذرات، مفيش عناصر، مفيش كون. وهنا يجي أهمية النيوترونات. النيوترونات المتعادلة بتدخل ما بين البروتونات وتقلل التنافر بينهم، بحيث تسمح لقوى الجذب النووية إنها تشتغل وتربط ما بين البروتونات وبعضها والنيوترونات مع بعضها وبين البروتونات والنيوترونات مع بعض، وده اللي بيخلي النواة متماسكة. قوى الجذب النووية هنتطرق لشرحها في سلسلة لفهم الكيمياء بالتفصيل. طيب لو حابين نفهم اكتر ازاي النواة بتتماسك، لازم ننزل للعمق اكتر شوية ونسأل هو البروتون والنيوترون نفسهم مكونين من ايه؟ البروتونات والنيوترونات مش جسيمات اولية. معنى انهم مش جسيمات اولية انها بتتكون من جسيمات اصغر، والجسيمات دي بنسميها الكواركات. الكواركات هي جسيمات أولية، ومعنى كلمة جسيمات أولية إننا ما نقدرش نحللها لحاجة أصغر منها، ومش معروف إنها مكونة من أي مكونات داخلية، ولا ممكن تنقسم إلى جسيمات أصغر حسب اللي نعرفه حاليا. لكن زي أي علم، المعرفة دي مش نهائية، ممكن في المستقبل نكتشف معلومات أدق، ويثبت العلم إن بعض اللي كنا فاكرينه نهائي كان مجرد خطوة في رحلة الفهم. خليني اقولك ان البروتون مكون من 2 كوارك اعلى و1 كوارك اسفل، والنيوترون مكون من 1 كوارك اعلى و1 كوارك اسفل. اسفل واعلى هنا مش معناها ان الكوارك فوق او تحت فعلا، لا، دي مجرد تسميات اخترعها العلماء عشان يفرقوا بين انواع الكواركات المختلفة. يعني كوارك اعلى نوع مختلف عن كوارك اسفل، مش معناها ان ده اعلى يعني فوق او ده اسفل يعني تحت، لا، دي انواع مختلفة العلماء اطلقوا عليهم الاسماء دي علشان يقدروا يفرقوهم عن بعض. المهم ان القوى النووية دي هي اللي بتربط الكواركات دي من الداخل، فبتكون عندي البروتون او النيوترون، وهي برضو اللي بتربط بين البروتونات وبعض والنيوترونات وبعض وبين النيوترونات والبروتونات. والقوى النووية اقوى من القوى الكهربائية 100 مرة، وهنبقى نتطرق ليها اكتر ونفهم جت منين وهكذا. ولكن خليني ألفت نظرك تاني إن الكون مبني على دقة متناهية، نرى فيه قدرة الخالق وعجائب خلقه ودقته في صنع هذا الكون اللي كل حاجة فيه محسوبة بدقة متناهية، وما نحن إلا مكتشفين وباحثين. خليني أنبه على حاجة كمان، طبعا كل الألوان والأشكال اللي بنشوفها والصور اللي أنا بعرضها عليك دي هي مش صور حقيقية، لكنها تخيلات وتبسيطات تعليمية عشان نقدر نفهم ونوصل المعلومات بشكل بصري. لان لحد دلوقتي مفيش اي وسيلة خلتنا نشوف فعلا الجسيمات الصغيرة جدا اللي جوه الذرة زي الكواركات او حتى الالكترونات والبروتونات والنيوترونات بشكل مباشر. لكن العلماء عندهم مخططات دقيقة جدا، مش جاية من كاميرا او صورة، لكن من تجارب علمية معقدة ومحسوبة بدقة، ومن قوانين رياضية بتتكرر نتائجها في كل تجربة. وده اللي يخلي العلم يبني صورة ذهنية للجسيمات حتى من غير ما نشوفها بعينينا، لأن العلم مش دايما محتاج صورة، أحيانا الحساب بيكون أقوى من العدسة. بعد ما فهمنا اللي بيحصل جوه النواة وازاي النواة متماسكة ما بيحصلش تنافر بين البروتونات متشابهة الشحنة، تعالى نطلع تاني ونبص حوالين النواة. فين الإلكترونات؟ بيتحركوا ازاي؟ وليه بنقول بيدوروا حوالين النواة؟ الإلكترونات جسيمات أولية ما نقدرش نفككها لحاجة أصغر منها زي البروتونات مثلا أو النيوترونات. دايما بنسمع إن الإلكترونات بتتحرك حوالين النواة، بس تعالى نقف هنا شوية ونسأل، هل الإلكترونات بتمشي في دواير حوالين النواة زي ما كنا بنشوف في الرسومات؟ الحقيقة لأ، دي كانت تبسيطات وافتراضات مش حقيقية. الحقيقة إن الإلكترونات بتتحرك في منطقة محددة حوالين النواة اسمها السحابة الإلكترونية، ودي أشكالها. السحابة دي مش مسار ثابت ولا دايرة ولا ليها اتجاه معين، هي مجرد منطقة محددة موجودة في منطقة في الفراغ حول النواة. الإلكترون بيتحرك فيها حركة عشوائية جدا لدرجة إننا مش بنقدر نحدد مكانه وسرعته بالظبط. تعال نرتب بقى الدنيا كده شوية.
يبقى لما بنقول الإلكترون بيتحرك في مستويات طاقة، اللي نقصده بمستويات الطاقة هنا هو مدى بعد وقرب الإلكترون من النواة، وده بيتحدد من خلال طاقة الإلكترون. عشان كده بنقول مستويات طاقة. الإلكترونات اللي قريبة من النواة أقل في الطاقة، والأبعد أقرب في الطاقة. بعد كده داخل المستويات دي في حاجة اسمها مدارات. المدارات دي هي السحابات الإلكترونية. طب ليه في أكتر من مدار أو سحابة إلكترونية داخل مستوى الطاقة الواحد؟ احنا قلنا السحابة الإلكترونية هي المنطقة اللي حوالين النواة اللي ممكن نلاقي فيها الإلكترون بنسبة احتمال معينة. بس السحابة الإلكترونية دي أو المدار ما بتشيلش أكتر من إلكترونين بس. ليه بقى؟ حط في اعتبارك إن الإلكترونات كلها شحنتها سالبة، صح؟ صح كده. ولو هم اتوزعوا كده عشوائي ومع بعض هيحصل ايه؟ هيحصل تنافر بينهم، والنظام بتاع الذرة هيختل. عشان كده السحابة ما بتشيلش اكتر من الكترونين بس. طب ما الالكترونين دول ممكن يحصل بينهم تنافر برضو. هنا يجي دور مبدأ مهم جدا في عالم الكم، مبدأ الاستبعاد لبولي. تعريفه ببساطة: ما ينفعش الكترونين يكونوا في نفس الذرة ويكونوا متشابهين في الصفات الكمية الأربعة. يعني مستحيل الكترونين يكونوا في نفس مستوى الطاقة ونفس المدار ونفس اتجاه المدار في الفضاء واتجاه دوران الإلكترون. تمام كده. وده مش بينطبق بس على الإلكترونات، وإنما كل الجسيمات من النوع فرميونات. ليه المبدأ ده مهم؟ بينظم حركة الإلكترونات حوالين النواة. كل إلكترون بيروح لمكان مختلف، بيدي الذرة حجم وشكل عشان الإلكترونات ما بتتحشرش فوق بعضها. بيخلي العناصر تختلف عن بعض، كل عنصر ليه توزيع إلكتروني فريد. بيحافظ على استقرار الذرة، مفيش فوضى أو انهيار جوه الذرة، وهو ده السبب في تنظيم الذرة والنواة وفي وجود خصائص مميزة لكل مادة. حلو الكلام ده. نرجع بقى للسحابة الإلكترونية. كده الإلكترونين اللي جوه سحابة واحدة مشتركين في 3 حاجات، هما المستوى، المدار، اتجاه المدار. اتبقى حاجة واحدة بس لازم يكونوا مختلفين فيها علشان ما يحصلش تنافر بينهم، وكل إلكترون يكون ليه سلوكه اللي مختلف عن الآخر، وما يحصلش التقاء بينهم في أي نقطة داخل السحابة. وهو اتجاه دوران الإلكترون اللي هو السبين. كل إلكترون بيتميز بحاجة اسمها سبين. أولا، يعني إيه سبين؟ كلمة سبين معناها الحرفي بالإنجليش يدور حوالين نفسه، لكن في الفيزياء الكمية الإلكترون مش بيلف حوالين نفسه فعليا، لأنه مش جسيم كروي ولا ليه سطح أصلا. فالسبين هو خاصية داخلية للجسيم. يعني إيه؟ زي البصمة كده أو الهوية بتاعته، بتحدد اتجاهه المغناطيسي وسلوكه في المجال المغناطيسي. يعني ايه خاصية داخلية؟ يعني زي ما الإلكترون عنده كتلة، شحنة، طاقة، عنده كمان حاجة اسمها سبين. طب ليه سموها سبين أصلا؟ الاسم جه لأن في بداية اكتشافها العلماء لاحظوا ان الإلكترون بيتصرف في المجال المغناطيسي كأنه مغناطيس صغير بيلف حوالين نفسه، فافتكروا انه بيدور فعلا، لكن بعدين اكتشفوا ان ده مستحيل يحصل بالمعنى الحرفي، فثبت ان السبين مش حركة فعلية لكنه خاصية داخلية غريبة. ليه بيتصرف كمغناطيس؟ لأنه عنده مجال مغناطيسي. خليني أقولك إن أي جسيم بيحمل شحنة بيكون عنده مجال كهربي، صح كده؟ مش ده اللي اتعلمناه؟ تمام. وأي جسيم بيتوفر فيه الشرطين دول بيكون عنده مجال مغناطيسي. الشرط الأول إنه يحمل شحنة، الشرط التاني إنه يكون في حالة حركة أو عنده سبين. والإلكترون عنده شحنة وفي حالة حركة دايمة، وبالتالي عنده مجال كهربي وعنده كمان مجال مغناطيسي. القانون الطبيعي بيقول ان ما ينفعش اي الكترونين يكونوا في نفس السحابة بنفس السبين، يعني لازم واحد يدور يمين والتاني يدور شمال، والاختلاف ده بيمنعهم من التصادم او التقاء سلوكهم في اتجاه واحد، وهو اللي بيسمح ليهم يتواجدوا مع بعض في نفس المنطقة من غير ما يتنافروا. الالكترونات بتكون في حركة دايمة عشوائية جوه السحابة، وكل سحابة بتبقى بعيدة عن التانية، فبالتالي الإلكترونات مش بتتجمع في نفس المكان، مفيش فرصة إنهم يقربوا من بعض قوي ويتنافروا.
يعني رغم ان الالكترونات كلها سالبة الشحنة الا اننا نادرا ما نحس انها بتتنافر مع بعض. لكن الوضع في النواة كان مختلف تماما. البروتونات كلهم متجمعين في حيز صغير جدا وثابت، مفيش حركة زي الإلكترونات، فبالتالي التنافر بينهم بيكون شديد جدا، وعشان كده النيوترونات كان لازم تدخل عشان تقلل التنافر وتحافظ على تماسك النواة. تعال بقى أقولك أشكال السحابات أو المدارات اللي بتتحرك فيها الإلكترونات. مدار S الشكل كرة، مدار B الشكل زي دمبل، يعني الشكل اللي ظاهر قدامك على الشاشة اللي هو رقم 8 بالإنجلش بس أفقي. مدار دي الشكل معقد شوية زي 4 فصوص كأنها رسمة وردة مسطحة كده. أنا عارفة إنك حاسس بكمية كبيرة من المعلومات وشوية لخبطة كده حلوين، بس خليني أفكرك يا صديقي إن القوانين والنظريات اللي إحنا بندرسهم دول وشوية المعلومات المتجمعة ومرصوصة في كام صفحة هما نتاج أبحاث علماء على مدار مئات السنين، ملاحظات وتجارب، والعلماء بيبنوا خطوة على خطوة ويكتشفوا أخطاء في الخطوات ويرجعوا يصححوها لحد ما وصلنا لكل اللي إحنا فيه دلوقتي من علم. أنا هنا هدفي مش إن أنقلك المعلومات اللي في الكتب، لأ، أنا عايز أخدك في رحلة فلاش باك صغير كده، نرجع بالزمن ورا ونعرف الناس اكتشفوا ده كله إزاي، وإزاي اتبنى خطوة بخطوة، وإزاي اتأكدت المعلومات. وهنا أنا مش بركز على كل حاجة لأني بدخل مجرد مدخل للكهرباء، لكن في سلاسل تانية هيكون فيها استفاضة أكتر إن شاء الله. خلينا نرجع نسأل كده، طيب هل العلماء شافوا أشكال المدارات دي؟ الإجابة العلماء قدروا يرصدوا أو يتحققوا تجريبيا من أشكال السحب الإلكترونية، بس مش عن طريق الرؤية المباشرة، بل عن طريق أجهزة متقدمة بترصد توزيع الإلكترونات حوالين النواة بدقة عالية، زي المجهر النفقي، المجهر الإلكتروني فائق الدقة، مطياف الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية. طب ازاي؟ مش انتي قلتي اننا ما نقدرش نحدد مكانه وسرعته؟ لا، احنا ما نقدرش نعرف المكان والسرعة بتوع الالكترون في نفس اللحظة بدقة. يعني ايه؟ يعني لو حاولت تعرف فين الالكترون دلوقتي بالظبط هتبوظ معلوماتك عن سرعته، ولو حسبت سرعته بدقة هتبوظ معلوماتك عن مكانه، وبالتالي ما نقدرش نحدد سرعة ومكان ان الالكترون في نفس الوقت، ولكن اقدر احدد واحدة بس منهم، اما مكانه او سرعته. في رسم السحابات الإلكترونية العلماء ضحوا بمعلومة السرعة عشان يقدروا يرصدوا مكان الإلكترون فقط. طب ده بيتم ازاي؟ بيكرروا تجربة معينة آلاف أو ملايين المرات، في كل مرة بيسجلوا فيها الإلكترون ظهر فين من غير ما يعرفوا اتحرك ازاي أو بسرعة قد ايه. بعد كده بيجمعوا كل النقط اللي رصدوها اللي ظهر فيها الإلكترون، ولما بيرسموها بتظهر السحابة الإلكترونية أو خريطة التوزيع. طب هل أنا بشوف الإلكترون عشان كده بقدر أرصده؟ احنا قلنا إن إلى الآن مفيش أي أجهزة تقدر تخليني أشوف الإلكترون أو الجسيمات اللي أصغر من الذرة، وده قلناه الحلقة اللي فاتت. أمال عرفنا إزاي إن في حاجة اسمها إلكترون وإزاي بقينا بنرصد مكانه؟ لو عايزين نعرف مكان الإلكترونات بنستخدم طرق زي المجهر النفقي الماسح، كواشف إلكترونية، شاشات فوتونية. لما الإلكترون يخبط في الكاشف بيسيب وراه أثر زي نقطة ضوء أو شحنة، فبنقول هو كان هنا في اللحظة دي، لكن ما نعرفش سرعته في اللحظة دي. طب ازاي قبل الأجهزة دي اكتشفنا ان في جسيم وسميناه إلكترون؟ طب تعالى فلاش باك كده معايا يا صديقي. اللي عايزة اقولهولك واللي مش هتصدقه ان هم اخترعوا البطارية وشغلوا المصباح والإضاءة عن طريق التيار الكهربي، وما كانوش لسه مدركين الإلكترون ولا تسمى ولا كانوا يعرفوا حقيقته. اخترع أول بطارية كهربائية في التاريخ سنة 1800 وسميت العمود الفولتائي. كانت مكونة من أقراص زنك ونحاس وبينهم قطعة قماش مبلولة بمحلول ملحي، وده بالظبط البطارية، هنبقى نشرحها ان شاء الله بعدين. بس ما كانش فيه لمبة في الوقت ده، الناس كانت لسه بتفكر في الكهرباء على انها فضول علمي مش حاجة نستخدمها يوميا. 1879 اديسون يخترع المصباح الكهربي. 1897 تومسون يكتشف الإلكترون لأول مرة، تخيل، بعد المصباح.
1900 ل 1920 العلماء بدأوا يفهموا تركيب الذرة بالكامل. انت متخيل ازاي احنا اتطورنا وازاي مشينا خطوات كتير قوي عشان نقدر نوصل لاننا نفهم التركيب المتناهي الدقة للذرة والعناصر؟ خلينا نكمل. تومسون اكتشف الإلكترون عن طريق إنه استخدم البطارية اللي كانت وقتها تم اختراعها بالفعل، وأضاف إليها أنبوبة مفرغة من الهواء وشاشة فسفورية في نهاية الأنبوبة علشان يقدر يرصد الشعاع اللي اتكون نتيجة خبط الإلكترونات بالشاشة الفسفورية. مكونات تجربة تومسون ببساطة بطارية أو مصدر جهد كهربائي كانت بتوفر فرق جهد عالي علشان تقدر تشد الإلكترونات وتحركها من الكاثود إلى الأنود. أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء اسمها أنبوبة تفريغ، ودي كانت هي المسرح اللي ظهر فيها الشعاع. جواها ضغط الغاز كان قليل جدا عشان الإلكترونات تقدر تتحرك من غير ما تتخبط في ذرات كتير. شاشة فسفورية في آخر الأنبوبة لما الإلكترونات تخبط فيها تضيء، وده اللي خلى تومسون يقدر يشوف الشعاع رغم إنه مش ضوء، هو سيل من الإلكترونات. بس الإلكترونات لما كانت بتخبط في الشاشة الفسفورية كانت بتسيب مكانها زي نقط الضوء. لما تومسون شاف الشعاع جرب يمرر الشعاع ده بين لوحين مشحونين كهربائيا، واحد موجب وواحد سالب، وفي مرة تانية جرب يمرر الشعاع ده بين مجال مغناطيسي، وشاف ايه؟ الشعاع انجذب نحو اللوح الموجب. يبقى الشعاع ده فيه ايه؟ فيه جسيمات سالبة الشحنة. الاستنتاج العظيم، الشعاع ده مش ضوء، ده عبارة عن جسيمات مادية سالبة الشحنة بتخرج من داخل الذرة. أول حاجة اخترعوها تخص الكهرباء كانت البطارية. رغم إن ما كانش فيه تيار ولا إضاءة ولا أي حاجة، كانت البطاريات بتستخدم في مجال الأبحاث العلمية زي تجارب التفريغ الكهربي، دراسة الضوء، الإلكترون، المغناطيسية، الكيمياء، التحليل الكهربي لعناصر جديدة، الاتصال، الطب، بيوت الأغنياء، في تشغيل أجراس أو إنذارات بسيطة. إذن وقت تومسون 1897 كان عندهم بطاريات، وكانوا يعرفوا ان التيار بيتكون نتيجة حركة شحنات، لكن كانوا فاكرين ان التيار هو سائل بيمشي في الأسلاك. ما كانوش يعرفوا ايه اللي بالظبط بيتحرك جوه التيار، يعني ما كانوش يعرفوا لسه ان اللي بيجري هو إلكترونات، وده اللي تومسون اكتشفه. البشر اشتغلوا بالكيمياء من قبل ما يفهموا الذرة، واشتغلوا بالكهرباء من قبل ما يعرفوا ان جوه الذرة إلكترونات، لكن بعد ما اخترعوا النور دخل جوه الذرة نفسها. وعلى فكرة دي مجرد نبذة عن تاريخ الكهرباء اللي هنتطرق له بالتفصيل من الحلقة الجاية إن شاء الله. المهم نرجع نلخص حركة الإلكترونات بسرعة. الإلكترونات ليها مستويات ومدارات. المستوى الأول فيه مدار واحد فقط اسمه S، والمدار ده بيشيل إلكترونين بس، فمفيش أي مشكلة في التنافر. المستوى التاني بيقدر يشيل 8 إلكترونات، لكن عشان ما يحصلش تنافر بيتقسم لمدار واحد S بيشيل 2 إلكترون فقط، وثلاث مدارات B كل واحد منهم بيشيل 2 إلكترون. والمدارات B بتكون في نفس المستوى ونفس الطاقة، لكن كل واحد بيشغل منطقة مختلفة في الفراغ. ده اللي بيساعد الإلكترونات إنها تتوزع بطريقة تقلل التنافر وتحافظ على الاستقرار الذرة. دلوقتي نبدأ رحلتنا مع الكهرباء. كل اللي شرحناه فوق ده مش مقدمة عشوائية، أنا كان لازم أقولك كل ده علشان أول ما أقولك كهرباء تكون فاهم بالظبط هي جاية منين. دلوقتي عرفنا يعني إيه إلكترونات، وفهمنا إنها جسيمات مشحونة يعني ليها شحنة ولو اتحركت يحصل تأثير كهربي. طيب إيه هي الكهرباء؟ الكهرباء هي كل الظواهر اللي بتحصل بسبب وجود شحنات كهربائية أو حركتها. مفاجأة، التيار الكهربي هو أحد تطبيقات الكهرباء فقط، لكن الكهرباء مفهومها أوسع وتطبيقاتها كتير وهنتطرق ليها برضو بعدين. يعني ممكن تكون شحنات ثابتة بتخلق مجال كهربي، أو شحنات متحركة وده اللي بنسميه تيار كهربي. بس استنى شوية، يعني ايه تأثير كهربي أصلا؟ هل لازم الشحنة تكون بتتحرك عشان نحس بالكهرباء؟ ولا ممكن حتى وهي ساكنة تخلق تأثير؟ وهل أي شحنة سواء سالبة أو موجبة ممكن تسبب كهرباء؟ كل دي أسئلة مهمة جدا ولازم نجاوب عليها عشان نكون فاهمين يعني ايه كهرباء بجد. البداية هتكون من أوضح حاجة حوالينا، حركة الإلكترونات جوا سلك، وده اللي بنسميه تيار كهربي.
لكن صدقني الكهرباء مش بس تيار، الكهرباء عالم كامل مرتبط بكل شحنة وبكل حركة وبكل تأثير حوالينا.